أهلا وسهلا بيكم متابعين الموقع لايت. مفيش تدريبات تاني في نادي الزمالك، وهذا اللاعب قد يكون مفاجأة النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية في يناير. زي ما حضراتكم سمعتوا كده معانا، جون إدوارد اللي هو قائد التجربة الجديدة في نادي الزمالك قال لك مفيش تدريبات تاني في نادي الزمالك في استاد حلمي زمورة. مفيش تدريبات جيم. يعني ايه؟ قال لك كل حاجة هتبقى في استاد الكلية الحربية. ايه القصة في كده، او ايه ان انت عايز تنقل تدريبات الجيم في استاد الكلية الحربية؟ طبعا كلنا عارفين في الفترة الأخيرة رسميا نادي الزمالك معرض وبيتعرض ضائقة مالية كبيرة جدا جدا، والكل عارف بكده، وحتى نجوم نادي الزمالك نفسهم يعني طلعوا واعلنوا ده وبعض البرامج، وكل عارف ان نادي الزمالك فيه يعني ازمة مالية كبيرة جدا جدا كده. فجون ادوارد قال لك لما اللعيبة ما خدتش فلوسها، فمين منهم في لعيبة بتروح متأخر، في لعيبة منهم بتيجي في وقت يعني ما بتروحش، فده بيكون قدام الأعضاء كلهم في استاد حلمي زمورة. بيكون قدام الأعضاء كلهم شايفين اللاعب اللي بيتأخر، شايفين اللاعب اللي مش جاهز، كل ده قدام عينيهم. فقال لك لا، الأفضل إن إحنا ننقل الجيم في استاد الكلية الحربية هناك، ونجهز كل حاجة هناك عشان نحاول نركز أكتر، عشان ما يطلعش اشاعات والسوشيال ميديا تكتب واللاعب الفلاني اتاخر عشان مش واخد فلوسه، اللاعب الفلاني ما جاش متاخر شويه في فلوس، كلام يكتر. كل ده بيكون قدام الاعضاء، فهو عاوز يقفل على الفريق في ظل الازمه الماليه دي، عاوز برضه بيحاول يعمل اي حاجه عشان يقفل على الفريق الفتره اللي جايه. ده بالنسبه ليه مفيش تدريبات جيم في نادي الزمالك الفتره اللي جايه. الجيم هيتنقل خلاص، هم بدأوا بالفعل ينقلوا التدريبات الجيم في استاد الكلية الحربية، ده رسميا رسميا فعلا بجد. الحاجة الثانية، الأستاذ سالم محمد سالم وكيل اللاعب صلاح مصدق طلع في أحد البرامج التلفزيونية على شاشة التلفزيون وأقسم بالله على كلامه إن صلاح مصدق لن يتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة. تاني، الأستاذ سالم محمد سالم وكيل اللاعب صلاح مصدق طلع في بعض البرامج التلفزيونية على شاشة التلفزيون وأقسم بالله إن اللاعب صلاح مصدق لم يتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يفكر ولو لحظة إنه يقدم شكوى ضد نادي الزمالك. مفيش الكلام ده نهائي، وقال لا، صلاح موجود وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت مستعد يلعب، ولكن موضوع الشكاوي اللي بيتكتب على السوشيال ميديا مش موجود ولا بنفكر فيه. ده بالنسبة لنادي الزمالك. أما بالنسبة للنادي الأهلي، طبعا كلنا عارفين إن الكابتن وليد صلاح الدين كان موجود في نادي زد، هو والكابتن عادل مصطفى كانوا موجودين الاثنين في نادي زد، أصبحوا دلوقتي موجودين الاثنين في النادي الأهلي. عادل مصطفى أو الكابتن عادل مصطفى خلاص يعتبر شبه رسمي هو المدرب المساعد للمدير الفني الجديد، والوحيد المصري اللي هيكون في الجهاز الأجنبي مع الدنمارك ياس ثروب في النادي الاهلي. هو وليد صلاح الدين خلاص حضراتكم عارفين ان هو مدير الكره بالنادي الاهلي. الاثنين جابوا الاستاذ اسامه هلال القائم باعمال مدير التعاقدات في النادي الاهلي، وقالوا له لما كنا في نادي زد في لعيب كويس جدا مدافع نتمنى ان هو يكون في النادي الاهلي، وشايفين ان هو يكون اضافه للنادي الاهلي. مين هو اللعيب ده؟ هو زياد طارق. زياد طارق او طارق زياد، اسف، زياد طارق زياد. طارق زياد لعيب كويس جدا، مدافع. فالكابتن وليد صلاح الدين كابتن عادل مصطفى قالوا عليه لاسامه هلال مدير التعاقدات، اتفاجئوا ان اسامه هلال قال لهم ده انا اللاعب ده متابعه
وبتابع اخباره وببص عليه كويس جدا جدا. فالفترة اللي جاية ممكن تلاقوا فعلا طارق زياد مدافع نادي زد في النادي الاهلي في شهر يناير. احتمال كبير جدا جدا وبنسبة كبيرة جدا ممكن تلاقوا اللاعب طارق زياد مدافع نادي زد الشاب في النادي الاهلي في انتقالات يناير، خصوصا بعد توصية النهارده من ياثرو ب انتهاء عقد اشرف داري. يعني شوفوا ينهوا عقدهم ما يجددلوش تاني. هتقولوا هو الراجل لسه ما لحقش يشوف حد، لا هو بص على الملف بتاعه لانه طلب تقرير عن كل اللعيبه المصابه واللي سليمه واللي بتلعب وده مصاب ليه وده ما بيلعبش ليه. فلما شاف الملف بتاع اشرف داري ليه كله اصابات. اشرف داري لعيب كويس ولاعيب كبير ولاعيب منتخب المغرب، ولكن ما عندوش حظ في النادي الاهلي، اصاباته كتير جدا جدا زي محمود متولي. فممكن تلاقوا فعلا في يناير اشرف داري بيخرج بره النادي الاهلي، وهيكون طارق زياد لاعب نادي زد شبه رسمي وفرصه وبنسبه كبيره جدا جدا موجود في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه في النادي الاهلي وهي تجربه ممكن تكون لاول مره هتحصل في مصر، وهيكون النادي الاهلي هو اللي بيعملها. هيكون في 2 مدربين لحراس المرمى، زي ما حضراتكم سمعتوا كده 2 مدربين لحراس المرمى. بيحصل في العالم كله، ولكن النادي الاهلي هيكون هو اول نادي مصري بيفعل هذه التجربه. ليه؟ قال لك في كل انديه العالم بيكون في مدرب وفي مدرب مساعد ليه مدرب حراس المرمى، بل في بعض الانديه الاوروبيه بنلاقي 3 مدربين حراس مرمى بيدربوا حارس المرمى في نفس الوقت. الاهلي بيسعى انه يقرر يعني ينفذ التجارب الاوروبيه بحذافيرها علشان البطولات اللي بيدخل فيها النادي الاهلي بيحاول يكون فعلا زي الانديه الاوروبيه. ده بالنسبه لنادي الاهلي. زي ما قلنا لحضراتكم طارق زياد هيكون موجود بنسبه كبيره جدا مدافع نادي زد في النادي الاهلي في شهر يناير. التجربه الدنماركيه هتكون في النادي الاهلي مدرب حراس مرمى، لا هيكونوا 2 مدربين حراس مرمى في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. دي كانت كل اخبارنا قلناها لحضراتكم النهارده من خلال الموقع لايت. كان معكم عادل الزون.